عندك في اي مجال في العالم هتلاقي كل الشركات اللي في المجال ده بيقطعوا في بعض، وكل واحد عايز يبقى افضل من التاني. الا في مجال الاتصالات عندنا هنا في مصر شركة واحدة بس هي اللي ماسكة البنية التحتية كلها وبتتحكم في باقي الشركات. وكل شركات الاتصالات في مصر عندها نفس الباقات، ما تعرفش ازاي. دي حاجة عمرها ما حصلت في التاريخ اللي عندنا احنا في مصر. الفيديو ده مهم جدا يا صاحبي، ولازم تسمعه من الاول للاخر عشان نساعد في نشر الفيديو ونوصل له اكبر عدد ممكن، ونعرف نوصل صوتنا ويكون لنا تأثير. وتفاعل معاه على قد ما تقدر، سواء بلايك او شير او اشتراك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه يا شباب؟ واهلا بيكم في فيديو جديد. بمناسبة الفيديو اللي فات عن الانترنت في مصر، واللي الحمد لله ناس كتير جدا اتفاعلت معاه وشاركت تجربتها، لقيت تعليقات بصراحة فجرت لي دماغي. الناس حرفيا كانت بتحكي نفس المعاناة. انا باقة 140 جيجا بتخلص في اسبوع، الاسعار بتزيد كل شوية من غير اي سبب، الخدمة بتقطع والسرعة مش ثابتة، ومفيش اي احترام للمستخدم. وده حال اغلبيه مستخدمين الانترنت في مصر. مفيش حاجه جديده يعني، بس بقى اللي يزعل بجد وهي اليأس. يعني في ناس بتقول مفيش امل ومحدش هيسمعنا، الموضوع كده كده مش هيتغير. لكن بصراحة يا صاحبي الكلام ده مش هياكلنا عيش، ومش هينفع لو احنا عايزين نغير بجد ويكون عندنا انترنت محترم زي بقية الدول. لازم نتكلم ولازم صوتنا يوصل. النهارده الفيديو ده ان شاء الله هيكون الجزء الثاني من حملة انترنت غير محدود في مصر، وباذن الله هنكمل فيها سوا لحد ما صوتنا يوصل لاي مسؤول ممكن يسمع. لكن عشان صوتنا يوصل بجد لازم الفيديو ده واللي قبله يلف في مواقع التواصل الاجتماعي عشان نعرف نغير. شارك الفيديو على قد ما تقدر، سواء باللايك للفيديو او باشتراك او شير. الحملة دي يا صديقي انتوا اللي هتنجحوها وانتوا اللي طلبتوها، عشان كده لازم تدعموا الفيديو ده باقصى حاجة ممكنة. لو الحملة دي نجحت يا صديقي او حتى الناس اتفاعلت معاها، هيكون لها تأثير قوي. على الاقل الشركات هتدرس اي قرار قبل ما تعلن عنه، وتعرف انه الشارع مش هيسكت على اي قرار يغلي الخدمه اللي تعتبر باسعار رمزيه في اغلبيه الدول. ده على الاقل خالص. احنا في الفيديو اللي فات طبعا اتكلمنا عن ازاي الانترنت في مصر بقى محدود وسعره بقى غالي جدا، وعشان تاخد جيجات اكتر تدفع اكتر كانك بتشتري كيلو طماطم. واتكلمنا عن تاريخ الانترنت عندنا واهميه مصر في نقل الانترنت وربط قارات كامله عن طريق الكابلات اللي بتعدي من عندنا، وازاي مصر بتصدر الانترنت لدول عندها خدمه احسن من اللي بتقدمها لشعبها، وازاي الاحتكار اللي عاملاه المصريه للاتصالات موقع التنافس ومخلي الخدمه زباله. الفيديو اللي فات ناس كتير جدا شاركتنا تجربتها وكان لازم نكمل. ده ملخص سريع جدا للفيديو اللي فات، وعموما لو ما شفتش الفيديو هسيبه ليك في الوصف. قبل ما نبدا في موضوع الفيديو ونشوف السرقه العلني اللي بتعملها فينا شركات النت، لازم ندعي لاخواننا المستضعفين في كل مكان. اللهم نسالك بعزتك التي لا ترام وبقدراتك التي لا تضام ان تنصر اخواننا المستضعفين في كل مكان، في فلسطين وفي اليمن ولبنان وسوريا وكشمير وفي كل مكان. صلى على النبي صديق، ويلا بينا نبدا الفيديو. ونسال نفسنا سؤال مهم جدا في الاول: هل شركات النت بتسرقك وانت مش واخد بالك؟ اولا يا صاحبي وبسم الله الرحمن الرحيم كده، الكذب بيبدا اول ما تيجي تتعاقد مع الشركه. انت دلوقتي رحت تتعاقد مع شركه معينه، بيقول لك الباقه ديت سرعتها 30 ميجا، انت هتقول سرعه كويسه لاستخدامي، لكن فعليا السرعه اللي بتوصلك حوالي 3 ميجا. طيب يا عم قول لي ان السرعه اللي هتوصل بالميجا بت مش بالميجا بايت. قول لي الحقيقه، ليه مفيش شفافيه معانا؟ انت غاوي توقع المستخدم. تاني مشكله بقى وهي السعر. يعني تدخل موقع الشركه تلاقي الباقه ثمنها 200 او 210، لكن تيجي تدفع فعليا تلاقي الباقه 240 جنيه و250 جنيه. طيب ليه يا عم؟ يقول لك اصل السعر ده من غير ضريبه القيمه المضافه ومن غير مصاريف الشحن. والمشكله انك لو مركزتش مش هتعرف تاخد بالك انه المبلغ ده من غير ضريبه القيمه المضافه، لانه بيكتبها بخط صغير اصلا، وفي الاغلب مش بيكون كاتبها اصلا. يعني الضريبه والشحن حوالي 25% زياده فوق السعر اللي اتقال لك عليه، ولو اشتكيت يقول لك مكتوب على الموقع يا فندم. ده يا صديقي اسمه تضليل للمستخدم. خلي في شفافيه مع المستخدم يا عم. الكلام ده ما ينفعش يحصل في سوق محترم بحجم دوله زي مصر. يا صديقي انا حابب اقول لك معلومه ممكن ما تكونش تعرفها. عارف ان دول العالم اللي عندها انترنت محدود مش اكتر من 4 او 5%، والنت عندهم ارخص بكتير من عندنا. مش هتلاقي عندهم باقات زي ال 140 جيجا والكلام الفاضي ده. اقل باقه عندهم بتبدا من 500 جيجا وسعرها ارخص بكتير من عندنا. وكمان اغلب الدول دي عندها باقات غير محدوده جنب الباقات المحدوده. يعني الناس عندهم حريه اختيار، بس احنا محبوسين في 140 جيجا وسعرها عالي جدا. ده مش ظلم يا جدعان؟ عشان كده احنا بنطالب بخدمه محترمه وانترنت غير محدود في مصر. نيجي لمصيبه ثالثه بقى. اقل باقه شهريه عندنا حوالي 140 جيجا مثلا، لا قدر الله يعني وحصلت معجزه ربانيه والباقه كملت لاخر الشهر وباقي معاك 30 40 جيجا، اوريدي انت دافع ثمن الجيجات ديت، وطبيعي انهم يترحلوا على الشهر اللي بعد كده. لكن انت مش هتشوفهم الشهر اللي بعده، ولا كانك دفعت ثمنهم، ولا كانك تعبت عشان تحافظ عليهم. يعني والله العظيم انا اعرف ناس بتسمع الفيديوهات على اقل جوده عشان يوفروا النت، والباقه اخرها 10 ايام برضه. اكبر دليل روح على الفيديو اللي فات وشوف معاناه الناس. اتمنى والله حد يسمعنا. من الاخر لو وفرت جيجات من الشهر ده هتيجي الشهر اللي جاي تلاقيك
تلاقيها اتبخرت، يعني انت بتدفع مقابل حاجه ما استخدمتهاش اصلا وبتروح عليك كده. فين احترام عقول الناس يا جدعان؟ واللي يقهر اكتر بقى ان كل شويه تلاقي اسعار النت زادت واحنا ساكتين ومفيش اي ردة فعل، وطول ما هيلاقيك ساكت هيغلي اكتر لانه لقى لقمه سهله ومفيش ردة فعل يا معلم. والمفروض انه لما يغلي الانترنت يحسن الخدمه، وتلاقي ولا الخدمه اتحسنت ولا السرعه زادت ولا في اي فرق. تساله سؤال بديهي جدا: ايه سبب غلاء الاسعار؟ يقول لك الدنيا كلها غلت وبسبب تغيرات السوق. يا عم دي مش شكاره بتعبي لنا منها جيجات، الانترنت دي حاجه دايما عمرها ما هتخلص. يا جماعه خلوني احكي لكم حاجه حصلتني انا شخصيا. انا مره كنت بحمل لعبه حجمها 10 جيجا تقريبا، قلت تمام كده هشغل التحميل واسيبه، رحت لقيت استهلاك الانترنت وصل ل 20 جيجا ما اعرفش ازاي. طيب ليه يا جدعان؟ ليه انا ما سكتش ورحت كلمت الشركه. بعد مكالمه استمرت 10 دقائق، في الاخر عشان تقفل معايا الحوار قالت لي يا فندم في بعض المواقع الميجا بتتحسب باتنين. وبرده مره تانية كنت رافع فيديو على اليوتيوب، الفيديو تقريبا كان 4 جيجا، لقيت الاستهلاك وصل ل 8 جيجا. يعني انا بدفع فلوس في باقه محدوده اساسا وبيجي لي في الاخر ان الميجا بتتحسب باتنين. حرام يا جدعان، ده استغلال ونصب صريح واستخفاف بعقولنا كمستخدمين. انت بتدفع كتير جدا وفي الاخر لا سرعه كويسه زي ما قالوا لك ولا الاستهلاك الطبيعي ولا حتى الباقه بتكفيك اسبوع. لقيت شخص في الفيديو اللي فات بيقول لي انا كنت بنزل لعبه 40 جيجا، الباقه اتصاحب منها 80 جيجا. يعني حرفيا المشكله مش عندي انا بس. عشان كده يا صديقي عايزك تتابع استهلاكك وهتلاقي فعلا ان الميجا بتتحسب باتنين. احنا مش بنبالغ، ده واقع فعلا وبقينا نتعاقب على اننا بنستخدم الانترنت. في الفيديو اللي فات انا شفت تعليقات فعلا زعلتني جدا، ناس كتير بتقول انا زهقت ومش هنقدر نغير، الموضوع اكبر مننا ومفيش فايده. بس بص يا صديقي، ربنا قال ولا تركنوا الى الذين ظلموا فتمسكم النار. السكوت مش حل والتجاهل مش هيفرق. احنا مش بنطلب حاجه مستحيله ولا بنطلب رفاهيه، احنا بنطلب حقوقنا. انترنت غير محدود في مصر. هيجي شخص يقول لي احنا اتكلمنا في 2020 وعملنا حمله وما حصلش اي حاجه وتم تجاهل الحمله. احب اقول لك يا صديقي ان الحمله دي تسببت في رعب للمصير الاتصالات، ونقدر نرجعها تاني ونعمل تغيير. كل المطلوب منك انه الفيديو ده ينتشر لاقصى درجه عشان يبقى في وعي حقيقي عند كل بيت وكل شاب وكل اسره في مصر باللي بيحصل. والشعب لما بيقرر يتحرك ويغير يقدر يغير. لما قررنا قطع منتجات الكيان الصهيوني نجحنا وسببنا خسائر بالمليارات، يبقى اكيد لو قررنا نطالب بحقوقنا في انترنت عادل ومحترم نقدر نعمل ده. احنا اللي نقدر نحرك الحمله دي ونخلي الناس تتكلم. بايدك تعمل فرق باللايك والاشتراك والشير. لو اتحركنا كناس فاهمه وواعيه هنوصل صوتنا وباحترام. دلوقتي بقى تعالى اقول لك حلول ممكن نعملها مع الحلول اللي قلتها في الفيديو اللي فات، لان الفيديوهين بيكملوا بعض. اول حاجه انت لازم تعملها تشارك الفيديو على قد ما تقدر، خلي صوتنا يوصل لاكبر عدد، شارك تجربتك في الكومنتات، وحتى لو حسيت ان صوتك ضعيف صوتك مع صوت غيرك هيكون في فرق. تاني حاجه ابعت شكاوي لجهاز تنظيم الاتصالات. جهاز تنظيم الاتصالات فتح باب الشكاوي، اكتب اشتكي خليهم يعرفوا ان في ناس تعبانه. لو انا مسؤول في شركه الاتصالات اول حاجه هفكر فيها ازاي اخلي الزبون راضي، مش ازاي اخد منه فلوس. والسكوت عمره ما كان حل والكلام عمره ما كان فوضى. واحنا يا صديقي بنطلب بادب ومش بنهاجم حد. احنا عايزين مصر تكون متقدمه في كل المجالات، وانا شخص بتكلم في حدود مجالي بس. انا وعدت نفسي ان الفيديو ده مش هيكون مجرد كلام، هيكون بدايه الحمله وهنوصل صوتنا بكل طريقه ممكنه. وفي الاخر يا جماعه لازم ناكد على حاجه مهمه، احنا كلنا بنحب البلد وبنحاول نخليها احسن. احنا مش بنهاجم حد ومش بننشر فوضى، احنا بس بنطالب بحقنا في خدمه محترمه بسرعه مستقره وسعر كويس زي ما بيحصل في باقي دول العالم حوالينا. مش بنطلب المستحيل. وعشان كده بكرر مطلبي بكل احترام ومطلبنا جميعا: انترنت غير محدود في مصر. ويا رب نلاقي استجابه حقيقيه من اي جهه مسؤوله، عشان احنا مش اقل من اي حد. لو الفيديو ده وصل لك بقى ما تنساش تشارك الفيديو وتتفاعل معاه على قد ما تقدر عشان يوصل لغيرك ويقول رايه. يمكن نلاقي حل فعلا. عايزين هاشتاج انترنت غير محدود في مصر يقلب مواقع التواصل الاجتماعي والتعليقات. وبس كده يا صديقي، والسلام.